Recording in progress. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ سامعني كده يا جماعة؟ سامعني؟ أيوة سامعينك يا كابتن. سوري معلش سامعين. مش سامع. حضرتك سامعني كده؟ أيوة إحنا سامعاك يا كابتن. اه تمام اوكي.
السلام عليكم كابتن حمادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كوتش. أهلا بك الله يبارك. هاي بس ونبدأ على طول إن شاء الله. كابتن حمادة، كنت عايز استاذن حضرتك. المحاضرة بتاعت يوم السبت اللي هي بكرة بيكون التوقيت بتاعها مناسب للجميع. 9 مساء دي بيبقى عندنا فترة شغل فيها. هستاذن حضرتك لو تكون مثلا 12 منتصف الليل، أو في ميعادنا الساعة 1 الظهر زي الدورات اللي فاتت. بعد إذن حضرتك يعني مع التنسيق مع الجميع. شكرا لحضرتك. أنا هسه أنت يا كوتش، معلش الظهر يعني. كابتن حماده، يعني ممكن في التوقيت اللي احنا كنا بنشتغل عليه في الدورات اللي فاتت الساعه 1 الظهر، او مم. الساعه 12 منتصف الليل بعد انتهاء الاعمال اليوميه. شوف الافضل لحضرتك ايه، 12 منتصف الليل او الساعه 1 الظهر او الساعه هو 12 الظهر. أنا فوجئت اللي فيه فرق توقيت 12 دلوقتي. 12 وفي فرق توقيت عندنا في الأردن ومش مناسب خالص، يعني دلوقتي الساعة داخلة على 10. والله احنا يعني في توقيت الشغل الساعه. سوري معلش، أنا حتى هنا سافرت ولاية تانية امبارح، فجيت لقيت في توقيت مختلف. عشان كده تلاقي فيه مش عارف فرق نص ساعة ولا مش فاكر، ولا ساعة ولا إيه. طيب. آه نبدأ إن شاء الله. ممكن حضرتك ترتب التوقيت بتوقيت مصر. حاضر. تمام. حضرتك التوقيت المناسب لحضرتك، وانا شايف ان الافضل للساعه 12 يوم السبت الساعه 12 منتصف الليل. يعني يوم بتوقيت الجمعة. مصر ده افضل توقيت بعد انتهاء الاعمال اليوميه. لا لا يا أخي، ما ينفعش، ما ينفعش 12 بالليل. السلام عليكم. الله بالنسبة كده. بالنهار للتوقيت، أحلى. احنا في قطر. انا بالنسبة لي انا يعني في قطر يعني الساعة 12 شوية، الساعة 1 شوية صعبة. أوكي. حاضر. خلاص هنظبط الأمور يا جماعة إن شاء الله الأسبوع الجاي. طيب. نبدأ بإذن الله. زي ما احنا شايفين كده، قبل ما نبدأ في الدورة ونتعمق فيها، في مصطلحات لازم تحفظها. هبعتها لكم إن شاء الله. دي ابدأ الحفظ فيها خلال الأسبوع ده. لأن في المواي تاي في فلسفة المصطلحات. فبنبدأ نسجل، سوري، ولا هو بيسجل؟ أوكي. فلسفة المصطلحات ديت اللي أنت بتتكلم باللغة بتاعت اللعبة المواي تاي. عندنا اللي هبعت لك المصطلحات، هتلاقي فيها أول حاجة مهارات المواي تاي. مصطلحات المهارات ديت زي ما أنت شايف اللكمات. في 6 لكمات أساسية. آه، أي لكمة، أي لكمة، أي ضربة بوكس بيبقى عليها شقين، أو يعني كلمتين. الكلمة الأولى نوع الضربة، الكلمة التانية اللي هي اسم الضربة العام، الملاكمة، اللي هي بنسميها بانش. بانش يعني إيه؟ لكمة. يعني مثلا تقول لكمة أمامية، يبقى تحط كلمة أمامية الأول وبعدين اللكمة.
يبقى بس بالإنجليزي لما نيجي نتكلم في المصطلحات بتعكس. يعني تقول مثلا لكمة أمامية، يبقى تقول بالإنجليزي أمامية الأول اللي هي الستريت زي ما احنا شايفين في الأول هنا كده، والبانش في الآخر. يعني تيجي تقول لكمة صاعدة يبقى أبر كات بانش. بانش يعني في الآخر اللي هي اللكمة. اللكمة الدائرية هوك بانش. اللكمة نص دائرية سوينج بانش، وهكذا. طيب، يبقى لما تيجي تقول لكمة أمامية مستقيمة، لكمة أمامية، يبقى أمامية الأول اللي هي ستريت بانش. هتيجي تقول مثلا هوك، تقول هوك بانش. أبر كات بانش. يبقى كلمة بانش اللي هي اللكمة ديت احفظها بسهولة مع بعض اهوت. واتجاه الضربة بنحطها في الأول زي ستريت بانش، أبر كات بانش، هوك بانش. كلمة بانش تعامل مع دي، تقول لي أي لاعب تقول له بانش، ما تقولوش بوكس ولا تقول له لكمة. علشان في بطولات المواي تاي والمصطلحات بتاعتها بتستخدم كدولية زي الكيك بوكس طبعا. وزي ما احنا شايفين فاللكمات اللي هي بانش. طب الكلمة التانية ديت اللي هي تكنيك. تكنيك اللي هي اللكمات، يعني تكنيكات اللكمة، بانش تكنيك. طيب نيجي للمربع الجدول التاني، هتلاقي الركلات. ركلات يعني كيك. كلمة كيك يعني ركلة. التكنيك بتاعها أو الحركات بتاعتها، تيجي يقول لك مثلا رجل أمامية، يبقى أمامي الأول اللي هي فرونت، والرجل اللي هي كيك. كيك أي حاجة كيك. الرجلة الجانبية اللي هي سايد كيك. الركلة الدائرية اللي هي راوند هاوس كيك. الركلة الخلفية باك كيك. الركلة المباشرة للوجه ستريت تو ذا فيس، وتحط كيك في الآخر. يعني نحط كيك. الركلة المائلة بدرجة 45 اللي هي ديجونال 45 كيك. الركلة العمودية بدرجة 90 اللي هي بتطلع فوق وبتنزل تحت. هورنسنت هورزون تال راوند 90 كيك. وهكذا. ركلة شكويلة على الوجه اللي هي زي القلم كده على الوجه. حد عارف يا جماعة؟ اللي بتطلع بالرجل كده وبتضرب بالقلم كده وبتنزل لتحت. أو هاي خش ليفل. لا، الركله دي معروفه معروفه، اه قديمه اسمها يا جدا كوتش، يعني. اسمها ايه بالعربي؟ انا مش فاكر اسمها. بتنضرب بوسط الرجل بطريقه عكسيه، اي. في البطن يا في الوش، تبقى زي القلم كده. ايوه انا كنت بعت لحضرتك فيديو، هتلاقيه على الواتساب، بس قديم من شويه، من فتره كده، هتلاقيه فيه الركله دي. تمام. الركلة المنخفضة اللي هي الداخلية اللي هي في الفخذ يعني، اللي هي لوكيت انسايد بوزيشن. طيب الكوع اللي هي البو. هو يقصد اللي هي الكتاتون في الكاراتيه المتحركه. اه يقصد الضربه اللي هي بتيجي في بطن الرجل اللي هي الكتاتون اللي هي في الكاراتيه، اللي هي آه. الالبو اللي هي ضربات الكوع. هما 7 لكمات للكوع. الكوع فيه 7 لكمات لازم نحفظهم برضو. البو تكنيك. كلمة هيت اللي هي المستقيمة بالالبو اللي هي دخل جوه ديت، هناخدها طبعا مع الكابتن إيهاب بالشرح بتاعها. بتكتب مع كل مصطلح البو زي ما احنا شايفين كده. لا استنى. البو اه هيت البو
بات إلبو، سبير إلبو، ليفر أب إلبو، ريفيرس إلبو، شوب إلبو، جامبينج إلبو اللي هي القفزة يعني. طيب، دي لكمات الكوع لازم نكونوا حافظينها برضه. هناخدها طبعا، يعني هنعمل في كل يوم آه، آه، قسم من أقسام الضربات مع الكابتن هلال. يعني مثلا هناخد ضربات الكوع في يوم لوحده، ضربات الركلات في يوم لوحده، ضربات اللكمات في يوم لوحده. تيجي بعد كده طب الركبة. اشوف لك انا. نعم. الركبة. الركبة. اه، اه. الركبة هناخدها في يوم لوحده اللي هي الني. هنيجي نقول ناخدها هيت في هنا في الجدول ده، اللي هي ركلات الركبة اللي هي ني الكي الأولانية دي سايلنت، ما بتتنطقش، يبقى نقول ني تكنيك. عندك في 6. هضيف لكم على الجدول اللي هي رقم 6، اللي هي الني المستقيمة السينارية اللي هي ستريت سايد انجل. وعندك الجرح اللي هي القط، ومستقيم الهيد، والنص ركبة الجانبية اللي هي هاف ني اند شاي، والطايرة اللي هي الفلاينج. طب دي الركبة هناخدها طبعا في يوم برضو لوحدها. عندنا دي ضربات الركبة الأساسية، لأن زي ما أنت عارف إن المواي تاي الشهرة بتاعته العالمية جاية من ضربات الكوع والركبة. يعني التميز بتاع ضربة لعبة المواي تاي في الكوع والركبة. وتالت حاجة اللي هو الكلينش، وده هناخده طبعا بالتفصيل مع الكابتن هلال. والكلينش اللي هو بال... بشرح بسيط، يعني اللي انت تجيب رقبة اللي قدامك ده الخصم تنزلها تحت كده. في حالة اللي انت بتجيبها بإيدك كده وتنزل الرقبة لتحت، تنزيل الرقبة لتحت كده معناها ان انت كسرت اللاعب نهائيا. خلاص، مركز ثقل الجسم اللي في المخ، العين والتركيز كله لما ينزل لتحت غصب عنه كده، خلاص فقد السيطرة على جسمه كله. وبالتالي بيعتبروها من أقوى الأسلحة أو من السلاح رقم 9. يعني زي ما الكابتن هلال شرح امبارح، عندنا في المواي تاي عبارة عن استخدام 9 أسلحة، اللي هو الاتنين بوكس قبضتين، واتنين كوع يبقى كده 4، واتنين ركبة 6، واتنين رجل من تحت يبقى 8، ورقم 9 اللي هو الكلينش. وهناخده بالتفصيل مع الكابتن هلال وشرحه والتكنيك بتاعه. طيب، آه دي هنيجي طبعا هناخد في حركات قصيرة هناخد فيها اللي زي التايجر، اللي هي المسميات بتاعة المواي تاي الأساسية. هبعت لكم طبعا ده تحفظها. وعشان هناخد بعد كده في كل محاضرة المصطلحات دي اللي لازم تكون عارفها، عشان الكابتن هلال لما يجي يشرح مثلا آه، المحاضرة عن الني، يبقى انت عارف كلمة ني يعني ايه، الركبة. طيب، وأنواعها بقى. طيب، حركات اللي هي الستيب، يعني زي مثلا دفاع الركبة، بتعمل ني بلوك. بلوك يعني الدفاعات. يعني أول ما تشوف كلمة بلوك دي معناها دفاع. يعني مثلا أعمل بإيدي كده بلوك، بقفل كده بلوك بإيدي. أعمل بلوك برجلي، بالركبة، بالقدم. كل ده أي دفاع كده بيسموه بلوك. يعني بلوك يعني تقفل. طيب، عندك الأعداد من 1 ل10 باللغة التايلاندية. 10 هنحاول نحفظهم برضو، اللي هي 1 نونغ سونغ سام سي هاي هوك جات باد كاو سام. لأن في بعض البطولات الدولية كمان هم بيستخدموا كل المصطلحات التايلاندية. زي ما احنا عندنا في مصر
تلاقي في كونغ بتستخدم اللغة الصينية في الحد وبعض المصطلحات. الرموز المستخدمة في التحكيم المواي تاي، لما تيجي تقول واحد مثلا ده خد دبليو، ايه دبليو ده يا سيدي؟ يعني خد انذار، رونج يعني ايه اختصار لكلمة رونج. طيب خد ام او 1 اللي هي حسم نقطة، يعني ام يعني خد 1 يعني 1 بوينت يعني حسم نقطة، خد نقطة. طب كيدو اللي هي عد مع السقوط، يعني خد قضية وقع وبيعد عليه. اس سي اللي هي عد على الواقف، يعني خد ضربة مؤثرة كده اتهز فالحكم بيعد عليه وهو واقف. فالمصطلح ده عشان تبقى انت عارفه، تبقى انت عارف يعني ايه اس سي، يعني ايه ضربة فنية قاضية اللي هي كي او اللي هي نوك اوت. ار سي اس اللي هي ايقاف الحكم من المباراة. ار سي اس اتش يعني ايقاف الحكم من المباراة بضربة الرأس اللي هي الهيد، اختصار اتش يعني. ايقاف الحكم من المباراة لإصابة الجسم اللي هي ار سي اس بي. عندك الفوز بالنقاط اللي هي دبليو بوينت بالنقط. حدود الحد الإلزامي اللي ار اس سي اتش ال. اعتراض القاضي على إنذار اكس. اعتراض القاضي على خطأ لم يلحظه الحكم، يعني اللي هو القاضي اللي هو اللي قاعد على الترابيزة تحت بي... آه، لما يكون مثلا الحكم اللي فوق ما اداش انذار، ما خدش باله من الانذار، اللاعب عمل خطأ والحكم اللي فوق ما خدش باله، فالقاضي اللي تحت يقوم عامل له اكس. اكس يعني في خطأ اديه للاعب الازرق مثلا. وبرضه لما بيعترض القاضي على اللي تحت على خطأ لم يلحظه الحكم بيقول له جي. طيب. عندك الفوز بدون خوض المباراة، يعني انسحاب او عدم صعود اللاعب للحلقة بنسميه دبليو او. الفوز بالانسحاب اللي هي ار اي تي. طيب دي مصطلحات انا بعتها لكم تكون عارفها، وفيها سهلة زي ما احنا شايفين، وحاولت ابسطها بشكل بسيط جدا. طب حد فيكم مثلا شايف اللي هي فيها صعوبة؟ فيها صعوبة يا جماعة المصطلحات ديت؟ لا يا كابتن، الله ينور. تمام، احنا بنحاول في الدورة اللي نخلي كل حاجة بسيطة جدا وسهلة وما فيهاش تعقيدات، بحيث الدورة تطلع مستفاد منها 100%. يعني أنا يهمنا اللي هو تستفاد من الدورة أكتر من المواد العلمية نفسها. طيب عندنا دلوقتي في كمصطلحات، يبقى احنا عندنا في مصطلحات في التحكيم زي ما خدناها، في مصطلحات في الضربات كلها. وفي الضربات انت كمدرب بتحاول تعود لسانك عليها، ممكن تبقى صعبة في الأول، ممكن تقراها من ورقة في الأول على الموبايل. ممكن تقرا الموبايل الأول مرة واتنين وتلاتة هتلاقي نفسك بدأ المصطلح يعني يبقى لسانك ياخد عليه ويتكلم بيه، فهتلاقي الأمر سهل في الأول. بس هتلاقي فيه صعوبة، وممكن تبدأ كمصطلح واحد، يعني مثلا تقول أي ضربة تقول بانش، لو أنت ما انتش حافظ المصطلحات التانية اللي هي الاتجاهات الضربة زي المستقيمة مثلا، بدل ما ممكن تقول المصطلح مش لازم يكون بالظبط زي ما أنا كاتبه. يعني في مصطلح مثلا يقول لك هيت اللي هي أمامي، ممكن مصطلح تاني يقول لك ستريت، إلى مقره. ممكن مصطلح تاني يقول لك جاب كروس. أي مصطلح من ده حط عليه بانش واتكلم بيه. طب لو انت مش حافظ المصطلح كامل قول بانش وخلاص. طب الكيك، اي ضربة رجل قول كيك. كيك مش شرط تقول النوع بتاعها لو انت ما انتش حافظ كبداية. الالبو، اي ضربة كوع قول على الالبو، قول البو. طب ممكن تختصر تقول يعني ايه لو انتش حافظ مثلا غير كلمة بانش، تقول بانش امامي، يعني نص عربي ونص انجليزي. بانش جانبي، بانش صاعدي من تحت لفوق. القلب نفس النظام،
قلبه أمامي، قلبه جانبي، قلبه من تحت لفوق. خدت بالك؟ تبقى سهلة معاك كبداية، وبعد كده تبدأ تحفظ المصطلح كامل. طب تيجي مثلا ضربة الركبة، هتقول مثلا ال- الركبة أمامية، ده بالعربي. ابدأ الأول بمصطلح بسيط، قول ني، ني أمامي، ني جانبي، ني صاعدي، وهكذا. الكيك الرجل، تقول رجل أمامية بالعربي. لا، خد بقى كلمة واحدة إنجليزي اللي هي وأضيف عليها المسمى الاتجاه بتاعها، زي رجل كيك أمامي، كيك جانبي، كيك صاعدي، وهكذا. يعني خد المصطلح الإنجليزي والترجمة بشكل بسيط جدا، هتلاقي سهلة معك. في صعوبة في موضوع الترجمة ده يا جماعة؟ الجزء الأول من المحاضرة النهاردة اللي خدنا فيها المصطلحات، وقعتها لكم، وأتمنى ويا ريت تاني ابدأ حفظ فيها على طول من النهاردة، أول ما بعدت على طول بعد احفظ إذنك يا المصطلحات. كابتن، كنت عايز أسأل سؤال بعد إذنك. اتفضل. المحاضرة مش ميعادها الساعة 9؟ كنتوا منزلين ميعادها؟ مظبوط، المحاضرة 9، وأنا بعتذر طبعا، آسف، لأن أنا سافرت من ولاية لولاية، فحصل فرق توقيت وما خدتش بالي منه، لأن هنا لأن في إحنا كده أستراليا نعتبر في داخلين في متأخر. أربع توقيتات. يعني من فوق مثلا بيبقى الساعة 5، هنا في سيدني 6، مش عارف تحت في ميلبورن 4، ففي فرق كام توقيت كده. حتى في الصيف والشتاء، يعني دلوقتي في صيف في الشمال، الجنوب في شتاء، في ربيع، مش عارف فين حتة تلاقي كل فصول السنة هنا. فكنت بسافر الله امبارح يعينك كوتش. بس إحنا بنتكلم عن الميعاد اللي هنا اللي إحنا بادئين بيه المحاضرات، تسعة. بس عشان تسعة، لأن الأسبوع كده الجاي هنبدأ هيفوتنا. نعمله بالنهار. هنحاول نعمله بالنهار أو ميكس بالنهار وبالليل، عشان الناس اللي هي عندها ظروف. وراء شغل وكده. أيوة. حاضر حاضر. كان الله في العون. طيب إحنا لسه أول دخولنا دلوقتي يا كوتش، إيه الوضع؟ نبدأ القسم الثاني من المحاضرة، وهي اللياقة البدنية الخاصة بالمواي تاي. لعبة المواي تاي ليها لياقة بدنية خاصة مختلفة عن أي لعبة تانية. بمعنى، لو أنت بتمرن مثلا كيك بوكس ومواي تاي، اعرف ان اللياقة البدنية العادية بتاعت الكيك بوكس مختلفة عن اللياقة البدنية بتاعت المواي تاي. ال آه، في اللياقة البدنية للمواي تاي قايمة على أعمدة، أو نقول قايمة على الأسس اللي شغال عليها اللياقة البدنية كلها، وهي إيه بقى؟ الثبات. يعني ما بتلاقيش لاعب المواي تاي بيجري وبيتنطط وكده، ماله، لا، واقف ثابت. الثبات رقم واحد، وبالتالي ده بيرتبط باللياقة البدنية. فبتلاقي تمارينات اللياقة البدنية كلها معتمدة على الثبات. تاني حاجة، القوة. المواي تاي بيعتمد على الضرب القوي، وبالتالي اللياقة البدنية المرتبطة بيها برضه كلها قايمة على القوة. رقم ثلاثة، التحمل العضلي في اللياقة البدنية، وبالتالي كل التمرينات اللياقة البدنية قايمة على التحمل العضلي. طيب، آه العضلات، اللياقة البدنية قايمة كلها على بناء العضلات، ولأن كل الضربات اللي بتنضرب في المواي تاي قايمة على ضربات العضلي، وليس السرعات أو الأعصاب. طيب، وبالتالي أنت لما تيجي تمرن لياقة بدنية للمواي تاي مختلفة اختلاف كلي عن أي لعبة تانية. مش مختلفة يعني حاجة جديدة أو غريبة، لا، فيها واخدين من اللياقة البدنية من الألعاب التانية ما يفيد المواي تاي، وهي ال- المواي تاي. أنت عشان مثلا تيجي تعمل لياقة بدنية للاعب، أول حاجة بتعمل له الجري. المواي تاي الجري بتاعه بطيء،
المواي تاي الجري بتاعه بيكون على يعني ما بيعتمدش على السرعات، بيعتمد على الجري البطيء. حتى فلما تيجي تعمل أي تمرينات جري بتعملها بشكل بطيء. طيب، عندك زي مثلا نط الحبل، يجي ينط الحبل بينطوا على البطيء. ان في قاعدة كده بتقول لك عايز تقوي العضلة او تكبر العضلة، اعمل التمرين على البطيء. لو عايز تخسس الجسم او تقلل او ممكن بتخسس العضلة كمان، يعمل سريع. طيب، عندك لما تيجي تلعب كمال اجسام او تلعب حديد، ايه اللي بيتم؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو لعبت اوزان تقيلة بتكبر العضلة. طب لو لعبت أوزان خفيفة وسرعت بتخسس العضلة وبتحرق العضلة. وبالتالي خد القاعدة دي عندك في دماغك، عشان لما تيجي تحول أي تمرينات لياقة بدنية للمواي تاي، اعمل أول عنصر البطء في الحركة. يعني لما أجي أعمل نط حبل يبقى على البطيء، أو استخدم فيه التركيز العضلي فيه، يعني ما يبقاش بسرعة كده، لا خليك على البطيء. طيب، العنصر الثاني اللي هو لما تيجي مثلا تعمل ضغط، ما تعملش بسرعة، لا اعمل بطيء حتى في الضغط. فانت بتركز على تقسيم العضل وقوة العضلة. يعني بمعنى لما اجي مثلا عايز اكبر دراعاتي دي، عايز اكبر دراعاتي عشان تديني قوة في العضل بتاعي، اعمل التمرين اللياقة البدنية بتاع البوش اب اللي هو الضغط على البطيء، فتلاقي العضلة بتاعت الايد بتاعتك تكبر. طب لو جيت عملت الضغط ده بسرعة، العضلة زي ما يكون بتنكمش، أو ممكن تخس كمان، أو لأن بتحرق الدهون وبتحرق الدهون اللي حواليها. طب يبقى تمرينات السرعات دي بتخسس. طيب، هل معنى كده ما اعملش تمرين سريع؟ لا، بتعمل تمرين سريع بس بعد ما بتأسسه في تمرينات البطء الأول. لأن يبقى في فرق السرعة إن أنا. بتكثيف. نعم. بيكون سرعة بتكثيف. تمام. يعني لما أجي مثلا أقول للاعب اعمل تمرين سرعة مع استخدام القوة، مش هيعرف ياخد بالك. انت كمدرب تيجي تشرحها صعبة، وهو صعب اللاعب ينفذها في نفس الوقت. يعني ايه سرعة مع قوة؟ اللي انت تقول له لا، سرعة مع قوة يعني انت تعمل حاجة بقوة جامد وبأسرع حاجة، فبتبقى بيبقى فيها صعوبة شوية في التنفيذ وفي كمدرب كشرح. فانت بتيجي تقسمها له، اعمل لي على البطيء خالص واستخدم العضلة وزق وادفع. يعني اعمل بوش اب، الضغط مثلا على البطيء بالراحة، فتبدأ انت غصب عنه بيستخدم العضلة. طيب، وبتبقى دي أصعب من اللي هي بسرعة، لأن اللي بسرعة ما بيستخدمش العضلة فما بيتعبش، ما بيبذلش فيها مجهود عضلي، وبالتالي فيها تحمل عضلي. وعشان كده، عشان كل ده معنى كده ان انت يعني في القاعدة الأولى في تدريب المواي تاي للياقة البدنية، ان انت تحاول تعملها أسس. أول أساس استخدم أي نوع لياقة بدنية، ولكن ابدأ بحول التمرين من اعتيادي أو عادي إلى بطئه شوية. طيب، زي مثلا الجري، اعمله على البطيء. طيب، هل الجري على البطيء تستخدم فيه العضلة ازاي؟ على هو بيجري يبقى على مشط رجله. طيب، عايز ازوده قوة شوية، خليه هو يشيل زميله على كتفه كده ويجري بيه، فيبدأ يبقى الجري بقى بطيء غصب عنه، وبيستخدم حمل تقيل على رجله بيقوي العضل. او طبعا تشيل حديد، طبعا تشيل حديد وتجري بيه يبقى صعب شويه، فتخليه يشيل زميله وبيجري بيه.
طيب يعني تحول التمرين، اي تمرين حتى الضغط، خلي زميله يقعد عليه فوق على كتفه وينزل بيه، او قول له اعمل ضغط بالراحه، وهكذا. قيس على كده كل التمرينات. يبقى انت كسيستم في تمرينات المواي تاي، اول حاجه تمرينات اللي هي اللي بتعتمد على القوه العضليه، وبالتالي القوه العضليه، اول ما تسمع تمرين عضلي يعني تضخيم القوة العضلية، تكبير العضلة، استخدام القوة، كل ده مصطلحات معناها للتمرين يكون بطيء. زي مثلا ما اجي اقول لك يا كابتن اعمل لي ضغط بطيء، انت كلا يعني كمدرب، هل الضغط البطيء ده معناه ايه؟ معناه هيبقى صعب قوي على اللاعب، صح؟ صعب ليه؟ لانه بيستخدم العضلة، لانه بيضغط على العضل جامد، بيعمل يعني تمرين للقوة العضلية، التحمل العضلي. وبالتالي انت حولت التمرين من اعتيادي الى تمرين المواي تاي اللي هو بيعتمد على القوة العضلية والتحمل وخلافه. قيس على كده اي تمرين لياقة بدنية. يبقى لما تيجي تعمل اي تمرين لياقة بدنية خاص بالمواي تاي، بتعمله على البطيء وباستخدام العضل. دي سهلة يا جماعة. تمام يا كابتن، هي تقويات، تمارين للتقويات العضل قويات، ايوه. ليه المواي تاي بيعتمد على التمرينات من هذا النوع، اللي هي تمرينات القوة الجامدة؟ لأنه هو اللي بيستخدم الثمان أطراف بتاع الجسم أو التسعة، فكل افتكاك واللعب بيبقى من قريب أكتر، وبالتالي لما يكون بيلعب من قريب يعني بيستخدم العضل بشكل مكثف 100%، وبالتالي لازم يكون تمريناته كلها عضلية. ن- اي تمرين ببطء بيكون فيه تضخيم للجسم. مش فاهم يا جماعة، لو حد يترجم كده معلش. اي تمرين ببطء كما قلت، ممكن كما تاني في الاجسام او الكلام. بيعطيك تدخين في الجسم، تدخين في العضله. بيقول لك يعتبر بتخف الجسم. لا، تدخين بتحس تضخيم، بيكبر. تضخيم الجسم يا كابتن. أيوة. بطء في تضخيم التمرين يا معناه بيتكلم على كابتن. تضخيم، التضخيم. مظبوط. يقصد مظبوط، تضخيم الجسم كأني شد حديد مثلا. تمام ايوه، تمام. اه اي شيء، اي حركه تسويها بشويش، زيد في الحجم ديالها كأني بشويش شد تحس حديد مثلا في تضخيم زي. صوت صوت الكابتن هيتكلم. إيه. طب سؤال يا جماعة بسيط، سؤال بسيط. أنا يهمني في الدورة إن أنت تطلع متأسس في نظم التدريب نفسها، وليس في حفظ الحاجات. طيب عشان كده بجيب لك بالعمق من الأسس نفسها من تحت. طيب نقول لك سؤال، وبالتالي بناء عليه هنقول حاجة مهمة جدا. مين فيكم عنده ركبته بايظة أو فيها مشاكل في الأربطة؟ مين؟ لا الحمد لله مفيش مشاكل، بس ممكن يكون في إصابات بسيطة يعني. طيب أي واحد لو عنده مشكلة في الركبة، او في اي حد عنده مشكله في الركبه، او اي حد عنده مشاكل في الركبه، او اي حد لاعب عندك، في تمرين بتعمله بيقوي الركبه تخليها زي الحديد، دي حقيقة. وهي ان اللاعب يمشي على، يعني يجري او يمشي على مشط رجله بشكل، ويطلع يعني حط دي مثلا الفلات بتاعت رجلك اهي، بيمشي على المشط كده، والكعب يطلع وينزل كده وهو بيمشي. ده بيخلي الأربطة اللي هي ماسكة هنا في الركبة تتشد وتقوى. لو عمل التمرين بسرعة أو جرى بسرعة الأربطة دي تتقطع. لو عمل الجري أو المشي بالراحة الأربطة دي بتجمد وبتكبر. وبالتالي هو ده بقى اللغز بتاع قوة المواي تاي، إن التمرين يعمله لي على البطيء وبالراحة، هتلاقيه الأربطة بتقوى وبتزيد. طيب لو واحد ركبته بايظه،
وجرى مرة واحدة بسرعة الأربطة تتقطع خالص. طب لو جريت نفس الجري ولكن على البطيء بالراحة على مشط رجلي، الأربطة هتجمد والأوتار هتتشد وهتكبر شوية. طيب، آه، أحاول أشوف لها مثال تاني. يبقى أنت كقاعدة عامة أساسية في الماي تاي، حول كل التمارين اللي تعرفه، لياقة بدنية، ضربات وبتاع، من بالراحة، من سريع إلى بطيء. شوف يعني مثلا بلعب بوكس، اقول له اعمل اشتغل بالراحه. بالراحه دي يعني انت العضل كله بيتجمع والضرب تبقى قويه. طب ايه الهدف اللي انت تلعب بالراحه؟ عشان تقدر تعوده على استخدام العضله 100%. طيب، لو هو الولد مش عارف يتحكم في الضرب البطيء بالراحه، قول له امسك، حط له حاجه، يعني خليه يمسك مثلا دامبلز ويضرب بيه. يبقى انت كده بطأته غصب عنه، لو ما عندوش تحكم في اللي هو يلعب الضرب بالراحه. يعني هتلاقي مثلا في لعيبه كتير لما تيجي تقول له العب بالراحه ما بيعرفش، هو متعود على السرعه. يا سيدي بالراحه اهدى، ما يهداش. امسك لي كده دمبلز 10 كيلو، قول له امسك كده العب بيه بقى على اخرك بسرعه بقى عيش. تمام، سهله كده. محدش رد. سهلة يا كوتش. سهله. تمام يا عاش يا قيس لي بقى كوتش. كله على على التمرينات يعني مثلا لما تيجي تقول نط حبل، قول نط على البطيء بالراحه. ضغط اعمل لي بالراحه. بطن بالراحة على البطيء. أو شكل كورة مثلا كبيرة ضخمة، مثلا وزنها 5 كيلو، ويطلع وينزل بيها. كل حاجة بأوزان، وكل حاجة بالراحة. طب أنت كمدرب بقى عايز تشوف الفايدة دي، قيس على نفسك أنت. يعني مثلا كل ما نيجي كنت شغال فترة مع بتوع اللي هم اسمهم إيه، مضيفات الجويات. كان في تمرينات كنا متخصصة كده في اللي هو المحاضرة مسجلة، مسجلة يا كابتن علاء. المتخصصة مثلا لو انت عايز تغير شكل الجسم في حاجات معينة. التمرين لما بتعمله على البطيء وفترة طويلة بيغير حاجات كتير. زي مثلا لما تيجي مثلا تكبر، معروف مثلا الصدر، عايز واحد صدره مثلا لقيته منازل ومدلدل وكده ومش كويس، سواء الست او الولد، عايز ترفعه، ضخ فيه الدم بالراحة كده، التمرين بالراحة اهوت فترة طويلة، هتلاقي الدم ينضخ والألياف الأوتار والألياف العضلية والحاجات دي تشد. هتلاقي جسمه بقى كبر. هو مش كبر ضخم، لا، هو انضخ الدم فيه، ومع شد الأوتار مع كده بقى مشدود، بقى شكله ضخم. طيب، مع التكرار طبعا فترة طويلة هيبدأ يعمل، يديك الشكل اللي انت عايزه. طيب، نفس القصة. لأن البطء في الحركة معناه إن أنت تضخ الدم لمكان محدد وبناء أنسجة جديدة. والدم لما يتواجد بشكل كافي في حتة مثلا في عضلة، ومع التكرار يبدأ تبني ألياف عضلية جديدة. يعني أنا كنت بعملها على نفسي أنا. أجي مثلا عايز أكبر دراعي، ما كنتش أحب كمال أجسام، كنت أكبره بالسويدي. يعني مثلا تمرين وليكن، نقول مثلا في رياضة الكاليستينكس يا كابتن حماد. اللي هو ايه. هي رياضة الكاليستينكس هي دي اللي بتعمل عضلات بوزن الجسم. الله ينور عليك، ايه أو الجمال. الويت أنا ورك أوت. أنا لاعب ومدرب كاليستينكس أصلا. ورك أوت. طب جميل. فبتعمل فورمة جامدة. اشرح بقى بطريقة بتاعتك كده، بطريقتك اللي انا قلته ده للناس. وزن الجسم هنا بلعبة أصلا. يعني كل حاجة بتعملها بوزن جسمك أنت بس، ما تستخدمش أي حاجة من الخارج خالص. بتعتمد بقى على تمرينات الاستاتيك اللي هي تمرينات الثبات. بالراحة جدا زي ما الكابتن حماد شرح. بلعب بتركيز عالي، باخد فترة زمنية من الراحة ما بين المجاميع بتاعتي عشان أقدر أعيد نفس المجاميع اللي أنا كنت بجيبها.
وزن جسمي برفعه مثلا. لو جينا مثلا نجيب واحد بيلعب مثلا بنج وليكن ب 80 كيلو، فانت وزنك مثلا 85، هتشيل وزن جسمك كله على ايدك الاثنين، زي الهاند ستاند مثلا. فهتيجي تبص لاي لاعب كاليستينكس وابحث في الحته ديت، هتلاقيه عامل فورمه مفيش زيها. لو مظبوط. وقف على مسرح هيجيب بطوله فيزيك من الطراز الاول، بس يكون لاعب محترف. طيب الباك جراوند بتاع الكابتن ابراهيم اللي شرحه هو عبارة عن ايه؟ اللي انا اضخ اسخر الدم اللي في الجسم كله واوجهه للعضلة دي. يعني مثلا هعمل تمرين وليكن باي كده مثلا، شوف كده بعمل بالراحة اهوت، بقوم جاي موجه كل ضخ الجسم بتاع الجسم كله، الدم كله بتاع الجسم جاي للعضلة دي وموجهه عليها، وبلاله بعمل بالراحة، يعني بدي مساحة وفرصة للدم اللي هو يروح للعضلة. طب لو عملت بسرعة الدم مش هيلحق يطلع من الجسم من رجلك ومن هنا ويروح وينضخ بسرعة لعضلة الإيد ويغذيها. فاهمني؟ ده حقيقه. طيب، زي مثلا لما أجي أقول لك كل بطيخة، هل تقدر تاكل بطيخة في ثانية؟ مستحيل. انت ما غذيتش بقى جسمك، ما اكلتش. طب عايز تاكلها بالراحة، ايوه، حتة 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 حتة، تبدأ هو نفس القصة، نفس المثال على تغذية العضلة. اما تيجي تغذي عضلة بالراحة اهوت، يبقى بتدي مساحة للدم، لان الدم بياخد دورة دموية عشان يخش العضلة ويلف الجسم كله عن طريق القلب وي وي وي. فانت بتشغل اجهزة الجسم كلها. والدم لما بنضخ في مكان فترة طويلة يبدأ بيغذيها، يبدأ بقى يبني ألياف عضلية جديدة. مع علم في ألياف عضلية بتتقطع، لأن زي ما قلنا شرحنا قبل كده في الدورات اللي سابقة، دي الألياف العضلية، دي ليفة عضلية، دي ليفة عضلية، دي ليفة عضلية، دي ليفة عضلية. لما تيجي تلعب أي تمرينات تقوية، الليفة العضلية دي ممكن بتتقطع من كتر الضغط عليها. فلما تتقطع في حته فاضيه اهي بين الليفه العضليه دي والليفه العضليه دي، اما تضخ الدم فيها يوصل فيها الدم هنا من هنا الصبع ده للصبع ده، وبيسموه ليفه عضليه مزيفه، وتتبني وتبدا مع التكرار تبدا تثبت، بقت تكمل بعضها كده. وبالتالي الحته الفاضيه ديت كانت الحجم العضله كانت من هنا لهنا والتانية من هنا لهنا، لما انت اتقطعت وسابت مسافة بينهم بنت ليفة عضلية عن طريق الدم. عشان كده بتقول لك كل كتير عشان يبدأ يبني ألياف عضلية جديدة. فبدأت من ضمن الليفة العضلية الأصلية، فبدأت تكبر. هو ده السر بتاع تكبير العضلة. ده كله في كمال الأجسام بس يا كابتن حمادة. بس الأمر هنا في وزن الجسم إن أنت ما بتشتغلش على عضلة معينة، لأن أي مهارة أو أي حركة بتعملها في الكاليستينكس تقريبا بتشغل كل عضلات جسمك، حتى العضلات المساعدة اللي معظم لاعبي كمال الأجسام بتبقى مأهملاها. الكاليستينكس أصلا بيشتغل على العضلات دي، لأن أنت بتعمل مهارة زي البلانش، تبقى رافع جسمك كله على إيد واحدة أو يعني على رجل مثلا اتنين. جاي ألعب إيد، جاي ألعب إيد أهو، هل معنى كده تمام. جسمك كله شغال؟ جسمك كله شغال يخدم على دي، بتشتغل وليس بتشتغل جسمك وليس كله. كله شغال مع بعضه بنفس ما النتيجة. هشرح ما م- انا هشرح م. عشان العب باي مثلا او تراي مثلا في الكاليستنكس، لازم اكون كفه ايدي دي حرفيا في نص جسمي. يعني انا شايل جسمي كله فوق ايدي، فانا فعلا مدي لدراعي حمل مضاعف، اللي هو وزن جسمي كله. فعشان كده مثلا لما يجي حد مثلا من صحابي يلعب مثلا باوزان في الجيم، بيلاقيني بشتغل نفسي اوزان، هو بيستغرب لان انا اصلا طول الوقت بشتغل بوزن جسمي انا. يعني انا مثلا 85 كيلو، لما اشتغل بوزن جسمي، هو مثلا هيرفع مثلا زي ما انا شرحت، هيرفع مثلا 80 مثلا، انا اصلا برفعهم بوزن جسمي وده الطبيعي بتاعي، فبيديني تمام. قوه. تمام، الله ينورك يا ابن ابراهيم. ما تطولش، كفايه كده. حلو. طيب حاضر. يا جماعه، كده كده سهله موضوع آه، فايده التمرين البطيء
في تقوية الجسم، لأن دي الفائدة اللي عايزينها لتدريب المواي تاي. طيب اما نيجي نشوف حاجة تانية، هنشوف مثلا وضع اهوت، نشوف مع بعض اهوت. في هو باين لكم دلوقتي؟ نشوف. مفيش حاجة باينة. لا مفيش حاجة. ستوب شير، اوكي. نجيبها من تاني. هنشوف هو بيلعب اهوت. شوف كده في الماي تاي زي ما انت شايف، شوف واقفين ازاي قريبين جدا لبعض. آه كل الماتش هتلاقيهم هم واقفين كده من ثبات وقريبين. معناه ان انت محتاج تشتغل على قوة الدفع. يعني تخيل انت واقف انت وواحد في الشارع ومزنوقين في حتة صغيرة وبعدين تزقوا ببعض. هو ده في المواي تاي. بص كده، مفيش جري، مفيش حركة، كله ثابت زي ما انت كده وبمسافة قريبة. فأهم ما يميز المواي تاي اللي هو بيلعب بالمسافة قريبة. ال- في المواي تاي ليه عيب وحيد، حد يعرفه؟ الضربات. هو بالنسبة لي إن هو ما عندوش ثبات، يعني دايما كل ضرباته بتبقى على مشط الرجل. ما أعرفش إيه الفكرة، إن أنا لا دايما لا أكون واقف على لا، بالعكس، ده مشط هي رجلي بعد كل الميزة ضربة. الأساسية بتاعته. أفضل ميزة اللي هو الثبات. ال ال لا لا. مش الفكرة، أنا قصدي إن مشط الرجل دايما بيكون مرفوع لفوق في كل ضربات اه كل الكيك بتاعته. ف يعني معرض دايما إن اللاعب اللي قدام مني لو خبطني أقل ضربة إن أنا يعني سهل السقوط بسرعة. لا لا، بالعكس. هشرحها لك ديت كمان شوية. طيب تمام. لا دي أحسن حاجة على ما مش أفتكر هو العيب يا بيرجع. كابتن إن هو بيستخدم الكوع كتير. بيستخدم ايه؟ الكوع كتير يعني. أفتكر لا إن هما كانوا في أنظمة كتير ممنوعة بسبب الموضوع ده. لا. العيب ان مفيش ورا كتير، مفيش ايه؟ رجوع له للخلف، لا، ده دي يعني بالعكس، مميزة ده بيفضل. ميزة طبعا، جميلة. يعني ده برجع بالعكس، دي ميزة بتدي حلوة. ميزة جدا. ده أهم ميزة عنده. احنا ممكن طيب نسمع حضرتك يا كابتن، اتفضل اه عشان حاضر. الوقت. ممكن ال- العيب في الفوت وورك. العيب، أكبر عيب في الماي تاي، في لعبة الماي تاي وأنت كمدرب هتلاقيها لاحظها، اللي هم البوكس بتاعهم مش ضعيف عن ضربات الأطراف التانية. يعني بيعتمدوا على قوة ضربات الرجل أكتر من الإيد، بيعتمد على الكوع أكتر من الإيد، بيعتمد على الركبة أكتر من الإيد. يعني البوكس بتاعه أيوه أيوه مش أيوه. مش بنفس مستوى القوة بتاع الكيك بوكس أو كي 1. بك... تقريبا بكاو مثال حي على اللي انت بتقوله، لانه فعلا شوف بيضرب بكاو بايده برجله هتلاقي برجله اه. بيضرب برجل بس ومش عايز ما هو يضربش بإيده. كابتن، هو كابتن على حسب كل واحد بيقول الاسلوب حق اللعب حقه. مش يعني نقول احنا شاي مش هو البوكا بوكا، مش هو يوسف بوغانم. يعني كل واحد بيتميز باسلوب حقه هو. تمام مظبوط. طيب ده عشان نديك المعلومة دي عشان هنرجع لها بعد كده في المحاضرة الجاية. نخش نكمل بقى، نرجع على اللياقة البدنية. طيب احنا شفنا الفيديو، هنشوفه تاني عشان نعرف ايه اللي انت تحتاجه في اللياقة البدنية. ما انت لازم عشان تعرف انت محتاجه في اللياقة البدنية تشوف الماتش الأول ايه اللي بتستخدم. نشوف تاني اهوت. طب أول حاجة انت بتشوفها اللي هي الثبات. شوف واقف اهو. الثبات ده يبقى انت تيجي لما تيجي تعمل لياقة بدنية بتعمل ايه؟ كل تمريناتك من ثبات.
يعني خد بالك، اصل أنا لما اجي اقول لك مثلا تمرين اللياقه البدنيه، هو تمرين اللياقه البدنيه هو كل التمرينات اللياقه البدنيه اللي انت عارفها واللي مش عارفها، ولكن حولها لي من تمرينات متحركه سريعه الى تمرينات ثابته. بمعنى انا جاي مثلا اعمل نط حبل، اعمله بالراحه. جاي اعمل ضغط، اعمله بالراحه. جاي اعمل تمرين دراعات بالراحه. جاي اعمل تمرين، اي تمرين حوله بالراحه بالضغط، وبيعملوا من ثبات. يعني دي جاي تعمل تمرين مثلا يعني حد كده يقول لي اي تمرين وانت واقف او بتاع متحرك. فنشوف يعني مثلا تيجي تعمل تمرين اهوت. انا واقف عايز اعمل تمرين، وليكن تمرين لياقة بدنية بإيدي، مثلا مستقيمات. نقول مستقيمات. المستقيمات بزق وبالراحة وانت ثابت. طب لما تيجي مثلا في الكيك بوكس ممكن تلاقيه بيتحرك كده وبيعمل تن 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 وبيتحرك. لا، اثبت واعمل نفس التمرين وانت ثابت. طيب، تمرينات الصدر مثلا اعمله وانت ثابت. طيب، سؤال الكابتن اللي كان بيسأله من شوية بيقول لك ان هل التمرينات كلها تبقى على مشط رجلي؟ ليه؟ لان خروج الضربة بتاعت المواي تاي بتبقى طالعة من ثبات، وبالتالي محتاجة وضعية استعداد. لان انت واقف على كعب رجلك كده وجيت تضرب، هتلاقي وضع الاستعداد للضربة هتاخد وقت طويل. اما لو واقف على مشط رجلك بتبقى الضربة طالعة اسرع من لو نازلة على كعب رجلك، انا بتكلم واستعدادها برضو مش. على انا نعم. بتكلم برضو على ختام الضربه نفسها، بتكلم على ختام الضربه نفسها، يعني حتى الضربه بعد ما بتوصل بفضل برضو واقف على مشط رجلي. ايوه، ما هو مشط رجلك معناه اه انت مستعد طول الوقت. ايوه، ما انا فاهم، أنا فاهم ده. بس انا الفكره ان انا لو خدت اي ضربه من اللاعب التاني انا هقع، هيحصل سقوط سريع لان لا انا لا مفيش لا عندي لا، هنا هي توازن. موضوع الوقعان ده لما تكون، هقول لك انا عامل ازاي. ولو انا على كعب رجلي ورجلي ده فوق كده وكعب رجلي على الارض. طب شوف انت واقف اهوت، انت معتقد انت كده ثابت 100%. ده جميل. ده في حالة لو الضغط اللي جاي لك من فوق. يعني لو ايوه حد جاي لك من فوق فانت واقف ثابت اهو. طب لو الضغط او الضرب جاي لك من امامي، فبيبقى التوازن بتاعك يختل. فلما تقف على مشط فبترفع التوازن تخليه مرفوع لفوق شوية. طب هجيبها لك بشكل تاني، استنى. شوف لك مثال صغير عليها. دي انا مروحة. فهمت، انا فهمت وجهه نظرك ان انت ما عندكش حاجه ورا هتشيلك. لان ايوه، انت مفيش واقف دافع على ورا. اخر حته امان ليك، على اخر حته امان ليك اللي هو الكعب. فانت قصدك ان انا واقف على المشط، فانا هستطيع ان انا مثلا اخد من الدفعه اللي انا خدتها من الخصم، اخدها من المشط للكعب، فهنا عملت ايه؟ تقليل للقوه اللي جت. هتاخد قوة يعني قوة الصد بتاعتك من اللي فوق مش من اللي تحت، ايوه يعني بمعنى. ايوه ايوه. طب بص، الكعب اهوت دي مم. رجلي. رجلي كده لما تكون مسطحة على الأرض كده وكعب رجلي على الأرض، معناه إن أنا مأمن نفسي 100% لما يكون أي خطر جاي لي من فوق لتحت. من أنا فوق. مأمن أهو. طب لما يجي لك أنت من قدام. من قدام اهوت. من موبايل قدام، اهو. فانا عندي مسافه اللي هي مسافه رفعه المشط اللي انا هرجع اقف فلما على الكعب. يكون ما تكون دي نازلة كده على الأرض كده، فأنت كده معرض أي ضربة ترجع لورا. فلما ترفع تمام. كعب رجلك لفوق، إذا خدت قوة ثباتك من فوق، وبقى حماية للي تحت. ومع صح. دي الأولى والتانية، بتبقى عندك قدرة في التحكم في طلوع الضربة أسرع من لما تكون على كعب رجلك. طيب، تمام يا كوتش، نكمل تسلم. تاني. يبقى انت اول حاجه بتحتاجها في تمرينات اللياقه البدنيه، اعمل كل التمرينات من ثبات. لان ممكن انت كمدربين، مثلا في مدربين الكونغ فو بتلاقي كل التمرينات اللياقه البدنيه بيعملها وهو بيجري وبيتحرك وبتنطط وبيعمل. لا، حول ده كل ده حقيقي. اعمله من وانت ثابت. يبقى كده مواي تاي.
شوف تاني. لاحظ وانت شايف الماتش هتلاقي فيه عندهم قوة، بيعتمد على قوة التحمل. طب معناه قوة التحمل، يبقى انت لما تيجي تمرن اللاعب في اللياقة البدنية تعمله قوة تحمل في كل تمرينات اللياقة البدنية. بمعنى لما يجي مثلا آه بيعمل وليكن تمرين آه دراعات مثلا كده، يبقى التمرين ده فيه تحمل. تحمل يعني في حاجة بتقابله وبيضغط عليها، بيعمل تحمل للعضلة اللي هي تكمل فترة طويلة. طيب بمعنى يعني لما تيجي مثلا تخلي اتنين واقفين مع بعض، هو وزميله، يمسك دراعه وده ماسك دراعه ويزق وده يزق، ده تحمل، ده بيعمل تمرينات للدراعات. اه زي ما انت شايف كده. طيب، يعني انت ماسك ايد زميلك اهوت، وهو يزق وانت تزق، ده يزق، ده تحمل، يدي قوة دفع للضربة، وبالتالي و... ويشتغل بالراحة أهو، وشغال بالراحة بالراحة ويزق، يبدأ الدم في العضلة، والألياف تشد والأوتار تجمد، وتعمل له تحمل للعضلة، وتلاقي العضلة بقت قوية. طيب ده اللي بيقيس بقى عليه كل حاجة. طب لما يجي مثلا يعمل آه زي مثلا تمرين صدر زي ده كده، نفس القصة بالراحة. طب انت عايز تجمده اكتر بقى، تعمله تحمل. تحمل هو بيعمل كده، خد بالك انت بتزق ايده كده، هو بيحاول يزق يرجع يدفع وانت تزقها له. يعني زي مثلا تحط له ايدك كده وتقول له ادفع عليها، زق واحد اتنين وهكذا. طيب يعني اعمل له حاجة عكسية ليها، يبقى انت كده عملت له تحمل للتمارين. طيب مثال تاني زي مثلا ده، نشوف نشيل الكاميرا عشان تبقى سهلة. طيب أم، شوف ده كده، حط مثلا اللاعب يحط ايده زي ديت، وزميله عايز يلعب تمرين صدر اللي هو ده كده من غير تحمل. طب انا عايز اعمله تحمل، خلي زميله يحط ايده كده، وده يحط يعمل تمرين الصدر ويحاول يزق، والتاني يحط ايده ويخليه يدفع غصب عنه لجوه، ومش قادر بقى، ويزق ايد زميله ويحاول يكسرها، وزميله ده هو ايده محطوطة في الوسط كده، والتاني قاعد يشتغل عليه ويزق عليه من ناحيتين. منه هتقوي دراع الولد اللي هو بيعمل مساعدة لزميله في تمرين الصدر، وده بيحاول صدره يجمد شوية ويعمل له تحمل ويقوى أكتر. قيس لي بقى على التمرين ده كل التمارين. مثلا جاي تمرين الدراعات زي ده كده، لو في أي لعبة عادية بتعمله عادي. لا، في الماي تاي قول له اقف كده، تمسك ايد زميله وتقول له اطلع بقى غصب عنك، ايوه، وزميلك يطلع وده ينزل. اه م. يعني واحد يعمل مقاومة للضغط عليه، والتاني يطلع غصب عنه، وهكذا. يبقى تعمله قوة ومقاومة، وتعمله تحمل. دي تمرينات المواي تاي في، طيب، في القوة العضلية بتاعتها والتحمل. يعني أي تمرين يعمله هتعمل لي يبدأ اللاعب الأول تقول له اعمل لوحدك على البطيء، وبعدين تجيب زميله يلعب معاه ويعمل مقاومة للتمرين. يبقى أنت كده هتقسم التمرين
مرة لو الولد عايز تعمل التمرين كله الولد يعمل لوحده معهوش حد يعمله بالراحة. طب لو عايز بقى المستوى التاني اللي في الأعلى يبقى قوة ومقاومة مع زميله. طب تمرين القوة والمقاومة ده سهل يا جماعة معاكم؟ اه تمام يا كابتن. عايز بقى تحول تمرين كل اللياقة البدنية مواي تاي هو ده. السلام عليكم ورحمة الله شوفها هنا وبركاته. عندي، يلا شوفها ادي. مين كابتن عليكم مين؟ السلام ورحمة الله وبركاته. طب بصوا يا جماعة كده بطل ما شاء الله. ايوه يلا يلا تقدر، انت بطل، يلا حبيبي. خلاص يا كابتن الصوت ما يا شاء جماعة الله. آه، عاش. حاولت خلال الساعة ونص اللي فاتت اللي أنا أخلي لك الموضوع بشكل بسيط جدا سهل. تحول تمرينات اللياقة البدنية من اللي أنت عارفه بأي شكل من الأشكال في الكاراتيه في الكونغ فو في أي لعبة في الكيك بوكس، تحولها لتمرين اللياقة البدنية الخاصة بالماي تاي بالشكل اللي أنا قلت لك عليه. التمرينات على البطيء بثبات وقوة مقاومة مع زميله، يبقى أنت كده عملت في أقوى في النهاية تمارين يا كابتن الماي تاي. حمادة، طبعا أنت عايز كل الضربات تبقى رايحة بوزن الجسم قوية. ده المواي تاي بصفة كله عامة. كله ما هو الماي تاي كله قايم على القوة. اه طبعا آه، ب- أي حد على مستوى العالم هيشرح لك تمرينات اللياقة البدنية بشكل مختلف. دي بس حقيقة. أنا الطريقة اللي أنا بقولها لك بسيطة جدا وسهلة وهتوصلك للهدف بشكل سريع جدا. يعني ممكن لو واحد بيشرح لك بالطريقة بتاعته ممكن يقعد شهر عشان توصل للمرحلة دي، توصل بسهولة، توصل لدماغك بسهولة أنا جدا. فاهم، بس أنا لا زي أنا ما خدت لك شرحت لحضرتك بشكل أنا بسيط بالنسبة لي جدا. الموضوع بسيط. والموضوع سهل لأن خد بالك أنت بعد جدا. فترة أما تيجي يعني مثلا أما أجي مثلا وأجي أمرن بقى عندي مرونة دلوقتي أمرن ساعة كيك بوكس، ساعة موي تاي، ساعة آه، كونغ فو، ساعة كاراتيه، ساعة تايكوندو، ساعة ملاكمة. ده بيعتمد عليه بقى لو جبت أي مدرب عادي هتلاقي التمرين كله زي بعضه، ولكن من الصعب جدا ولكن من المستحيل كمان تلاقي مدرب عنده قدرة ومرونة يغير ستايله وستايل تدريبه في كل لعبة. لأن بالظبط ده كده. لأن ديت من عايز أقول لك من أصعب الحاجات اللي أنا شفتها. لأن كل ما أجي مثلا أكلم مدربين كبار بتوع ماي تاي ستايله ده أجي أقول له مرة كونغ فو ما يعرفش، مرة كيك بوكس لا ما أعرفش، أنا كده بس. دول أنا بتكلم عن الناس المحترفين المتخصصين الكبار. طيب اللي بنحاول نعمله في الدورات بتاعتنا ان انت تبقى راجل عندك فلكسبيليتي مرونة مرونة في التغيير. في مرونة في تغيير التغير من الستايل. اه لان احنا عندنا طبعا اللي عندنا في الوطن العربي تلاقي المدرب انا مدرب كونغ فو كيك بوكس وملاكمه ومواي تاي وكاراتيه يجي وتايكوندو اللاعب بتاعه وجمباز مش عارف يفصل ما بين البطولة اللي هو كل فيها. فلما تيجي حتى اه فلما جيت انا بالظبط شفت كده. الحاجه دي شفتها مع مدربين كتير. اجي اقول له طب وريني تمرين كده الكيك بوكس او يوريني. اجي اقول له الماي تاي الاقي هو التمرين. ايه يا عم الاقيه تزود مثلا كوع وركبه بقى كده ماي تاي. اقول له يا سيدي ازاي طب فين اللياقه البدنيه؟ يقول لي ما هو راحت. اقول له يا نهار ابيض يا نهار اسود طب كارثة. فطبعا لا بس الحين عايز الكابتن، بس بالحين في الوان شامبيون في ابطال حق المواي تاي بيلعبون كيوان الحين، مش نفس قبل. كان مظبوط. تخصص مواي تاي تخصص مواي تاي. الكي تخصص الحين 1 تشوف الحين الوان شامبيون غيرت شويه. الكي 1 اقرب طب للماي هو تاي قبل كان يلعب في الكي 1 ويلعب في المواي ايوه تاي. مع طبعا ولكن ضربات بدون كوع. الركبه. بس ضربات هو بس التمرين ضربات بيختلف، الركبه هو التمرين مختلفه يا كابتن بيختلف. حماد. لا ضربات بس الركبه مختلفه في الكي 1 عن المواي تاي طبعا. بتتضرب مظبوط. بطريقه مختلفه معينه مختلفه عشان مختلفه. يبقى في فصل. احنا في في المغرب اختلافات طبعا في احنا في المغرب نلعب كيك بوكسينج ونلعب المواي تاي، يعني نفس اللاعب. يعني انت عارف في المغرب عندنا الجامعه الملكيه المغربيه للكيك بوكسينج والمواي تاي. ممكن الماي اللاعب تاي. يلعب مواي تاي ويلعب كيك بوكسينج، يلعب فول كونتاكت، يلعب صافات، يلعب سيمي كونتاكت، يلعب فهمت.
المواي تاي، لاعب المواي تاي لو جه لعب كي 1 مع لاعب كي 1 كويس، كي 1 بيكسب بسبب الكيمون بيكسب، عشان الكيمون ايد بيكسب. عشان ايد صارت. عشان الايد بتاعت المواي تاي ضعيفة وما يعتمدش عليها، فلما تيجي تنزع منه اهم سلاح له وهو الكوع، فبيحس اللي هو مش بالكفاءة اللي هي الكبيرة، لأنه ما بيعتمدش على الإيد 100%، وبيعتمد على السقان والمرافق الكوع والركبة. طيب. دي الا حقيقة. بعض الابطال يكونوا يعني يكون هو متمرسين هو منه. هو لاعب الكيك بوكسنج لازم يكون يعني متقن الاثنين، اللي هو الكيك والبوكس بطريقة جميلة قوي، فلازم يكون ملاكم أساسا. طيب. الملاكم خد بالك مختلف. المهم هنيجي أيوه ممكن فاهم، بس ساعة. بنعمل جزء من المحاضرة مثلا بعد كده، الاختلاف بين السلام الألعاب. عليكم. إذا أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا آسف على التأخير يا كابتن حماد. ولا يهمك كوتش، ولا يهمك. اما نيجي بعد كده يعني نعمل اذا كنت عايز توصل لدرجه بروفيشنال كمدرب شامل فنون قتال، يعني مثلا الاقي مدرب يقول لي انا مدرب MMA. يا سيدي MMA مدرب شامل معناه اللي انت عارف كل الستايلات، الماي تاي والكيك بوكس وي 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 فتيجي تقول له تدريبات سو لعبه، فبيعمل كل التدريبات واحده. فده لا، ده مش مدرب فنون قتال. فنون قتال يعني انت شامل كل الالعاب القتاليه. فهنعمل زي نص محاضرة كده عن الاختلاف بين كل لعبة ولعبة، في تمرينات اللياقة البدنية، في تمرينات الضربات، في السرعات، في القوة، إذا أنت وصلت للمستوى ده، أقدر أقول لك إن أنت يعني في المحاضرة مثلا ممكن نعمل محاضرة كاملة ليها. إذا وصلت للمستوى فهمت محاضرة مني، اعرف إن أنت بقيت مدرب بروفيشنال في كل الألعاب القتالية، تروح أي نادي هو تقول كم له سنة؟ كمل اسمح لي اقطعك. ها. كمل كمل يا كمل كابتن اسمح لي حماد، اقطعك. كمل يا كابتن حماد، مش. واحد بيقاطعني مش عارف كنت. طيب. لا هو مش بيكرم حضرتك تقريبا. فإذا وصلت للمرحلة اللي أنت قدرت تميز بين كل تمرين في كل لعبة والتاني، وكل لعبة والتانية، وعرفت الزتونة بتاعت كل لعبة، إذا أنت بقيت مدرب بروفيشنال تروح أي مكان تقول لهم مدرب عايزين ملاكمة، أنا مدرب ملاكمة، تنزل تعمل بستايل ملاكمة. عايزين مواي تاي، أنا مدرب مواي تاي، تعمل بستايل مواي تاي. يبقى أنت كده مدرب متنوع، زي ما يعني تلاقي المفروض متعدد المهام. كابتن حمادة، المفروض الواحد يلعب كل لعبة لوحدها الأول، وبعد كده يقدر إن هو يدمج بينهم لو اشتغل MMA، أو لو تخصص في لعبة معينة يكون ملم هو بيها كامل. ملم لا، انا مش قصدي كده بالظبط، انا اقصد ان المدربين اللي بشوفهم ممكن كل بتوع شيء لوحده، ممكن كل شيء لوحده، يعني يقدر المدربين يميز ما بين كل الرياضة. هو المدربين صعب. طب سيبوني فرصة اتكلم. اي والله من اللي اللي بتتكلم. اتفضل يا كابتن ابراهيم، قول اللي انت عايزه. لا هو أنا خلصت ولا كان في حد تاني طب بيتكلم؟ خلاص تمام ماشي. في مدربين بشوف عنده ستايل واحد وبيستخدمه في كل الالعاب اللي بيمرنها. يعني بيمرن مثلا كيك بوكس، مواي تاي، خد لعبة كمان كونغ فو. جوتسو. بيمرن الثلاث العاب بالستايل واحد، اه. وده تمام. غلط. ده لا لا لا، غلط في كل حاجه غلط. فلما اجي انا لو مثلا تفتكر مدرب. حضرتك يا كابتن حمادة لما أنا قلت إن المدرب لازم يكون لعب وبيطبق على نفسه عشان يقدر يميز ما بين ده وده وده، عشان مم. أقدر أجي أما أشرح الحركة أو أشرح الضربة أكون أنا أصلا فاهمها. فأنا إزاي يكون عندي ليونة بقى في التحرك والتميز ما بين كل الرياضيات ديت بالنظر والسمع بس، فلازم أكون أنا كمان مطبق ده على نفسي. تمام. لما تيجي انت كمدرب بتمرن بستايل واحد، دي اللي انا اقصده. لازم تكون عارف فاهم كل ستايل لكل لعبه، وتقدر وبالتالي تقدر لما تيجي تمرن بتمرن ستايل خاص لكل لعبه خاص بيه. يبقى انت عارف الستايلات كلها. لان أنا شفت مدربين كتير الفتره اللي فاتت ديت بيمرن الكيك بوكس بنفس ستايل بيمرن بيه مواي تاي، يعني ومرن بيه كونغ فو. فدي طبعا في خطأ مصر كبير جدا. بيطبق الكيك بوكس مع الكونغ فو مم. معظم. طيب.
في حد عنده سؤال بعد انتهاء كده المحاضرة خلصت؟ التعب في الجسم هو معناه نقص في عنصر من عناصر الجسم، زي مثال العربية اللي بتبقى فيها بنزين فول كاملة وماشية بسرعة كويسة والعربية ماشية شغال بيها، أول ما بتحصل نقص في البنزين العربية بتقف. هذا هو التعب اللي بيحصل في الجسم أثناء التمرين، بيبقى عبارة عن نقص في الأكسجين مثلا اللي بيغذي العضلة بيديها الطاقة، نقص في الكربوهيدرات، نقص في مش عارف في مواد علمية أي مادة. يعني نسبة. التعب ده عبارة عن نقص. طيب علاجه، على سؤال الكابتن ابتسام بتقول لك أعالج إزاي لما يحصل أي تعب في الجسم أثناء التمرين؟ ضخ في الدم، لأن الدم لما تضخه فيه كل العناصر، فيه أكسجين، فيه في كل العناصر اللي هيمد الطاقة والحاجات دي كلها. طيب اعمل له ايه بقى؟ الدم عن طريق ازاي؟ اديله دم في العضلة يعني؟ لا، بتضخ له الدم في المكان اللي فيه الإصابة. وليكن يعني مثال تاني، خد بالك هديك أمثلة عشان أوصل لك للنتيجة النهائية. لما أجي مثلا عندي العضلة تعبتني خالص من كتر التمرين، وباجي أعمل مرونة باللي انا اوصل الدم للعضله، فالدم لما بيوصل للعضله بيحصل لها كثافه الدم بتخش جوه بتملاها، فالالياف العضليه اللي كانت مشدوده تبدا تلين وتطرى وتخف والوجع يقل بسبب تغذيه الدم في الالياف العضليه اللي هي الصغيره دي من جوه. طيب وبالتالي وصول الدم للمكان الجزء المصاب هو علاج له. طب احسنت يا كابتن حماد. نرجع بقى بالتدريب، خد بالك. طيب بمعنى انا مثلا انت جيت بتعملي مثلا ضربات ايد والواد دراعه وقف، ضخي لي في الدم عن طريق ايه؟ ضخ الدم يوصل للعضله ازاي؟ اللي انت اعمل لي التمرين على البطيء بالراحه وبتمدد، تمدد عشان تفتح الالياف العضليه اللي الدم يخش جوه فبيغذيها. يعني ايه تاني؟ يعني مثلا بعمل بفرد دراعه، قول له افرد دراعك، زق افرده الاخر خالص واعمل حركه بالراحه وافرده الاخر خالص وزق فتدي مساحه للدم يخش جوه ويغذي المكان المصاب، وتكرار الموضوع ده فتره طويله يضيع الالم خالص. طيب هل في تمرين ثابت للجسم كله؟ اه طبعا هقول لك عليه، اعمله ثواني. اما اجي اعمل مثلا الجسم اهوت جسم الخصم اهو، انا جسمي خلاص تعب خالص كله، مش هجيب لك بقى حته واحده. اما اجي مثلا اقوم جاي حاطط ايدي على الحيط كده واعمل بوش، اعمل زق، اعمل مرونه، ازق جامد وازق في قوه مقاومه وازق على الحيط وادفع بجسمي كله كأني بزق عربيه، بعمل يعني بوصل لمرحله ان انا اعمل وش كده، بص كده كله بيتهز كده، فجسمي كله بيترج وبيتهز، يعني بعمل فوران للدم يخش بسرعة في كل حتة في الجسم. اعمل التمارين ده 45 ثانية، الألم اللي في جسمك كله راح، اللي انت بقالك ساعتين بتتمرن وجسمك تعب وما انتش قادر، ده يعمل ريكفر للجسم كله يريحه لك بعد 45 ثانية بالظبط. هعمله لك تاني اهوت. زق على الآخر أكنك بتزق عربية حتى وشك، حتى صوابع رجلك من تحت، حتى جسمك، وجسمك ثابت وعم تشوف. شوف ايدي كده هتلاقي بترتعش على فكرة. الارتعاش ده شوف حتى وشي بيعمل، انت بتفور الدم بتخليه يجري بسرعة في جوه ويغذي كل الحتت الفاضية ويدخل في كل مكان كان فيه عجز فيه، وبالتالي بعديه ب 45 ثانية كل الألم اللي في جسمك راح. طبعا
مش هتعرف فايدة التمرين ده لما تعمله بنفسك. حط ايدك على الحيط، ورجلك رجل قدام ورجل ورا، وتزق وتشق وتفور جسمك كله لمدة 45 ثانية، وجسمك كله مشدود. حتى اللي يجي يحركك ما يعرفش، لانك انت مضغوط جامد وبتزق على الحيطة على الاخر. 45 ده اللي هو ثانية. تجميع القوة يا كابتن حماده، مظبوط؟ خد اي تجميع القوة. مسمى، اعمل لي اي مسمى براحتك، بس هو ده مم. من اقوى التمرينات للريكفري بتاع الجسم كله، ومن اقوى تمرينات المرونة بعد في نهاية التمرين. طب في حد عنده سؤال؟ شكرا يا كابتن حماده، انا تمام. مين يا جماعة عنده سؤال؟ اتفضل. تمام، حاضر. بقول لحضرتك، دلوقتي احنا او الالعاب القتاليه عموما بنعتمد على السويدي اكتر، بنهتم بيها اكتر من الحديد بكتير. ده غير ان في مدربين مش مقبول عندهم حتى ان احنا نستخدم الحديد. لكن مثلا في الالعاب زي كمال الاجسام، القوه البدنيه، الحاجات دي بيعتمدوا على الاوزان اكتر من السويدي. يعني حتى هما ما بيتقبلوش ان انت تلعب ايروبكس او سويدي قبل التمرين. فبالتالي هو انا لعبت الاثنين، لكن الاثنين عاملين لي خلط ازاي اوفق بينهم في تمرين مثلا المواي تاي. افتكر اوكي ان الاوزان كويسه جدا. اوكي تمام، فهمت سؤالك. تمام، اوكي، آه ميرسي. في مشكلة كبيرة عندنا في الوطن العربي، وهو ان لاعب المواي تاي او لاعب الكيك بوكسينج لما يجي يمرن بياخد وقت طويل في تمرين اللياقة البدنية. وليكن مثلا لو تمرين المفروض تمرين اللياقة البدنية ده خاص بيه لوحده، منفصل. طب يعني معنى ايه؟ معنى تمرين المواي تاي لما يجي يلعب مثلا مواي تاي لمدة تمرين لمدة ساعة، المفروض بيعمل يعني وارم، يعني وارم اللي هو التسخين 5 دقايق ل10 دقايق ماكسيمام. ما يعملش تمرين كامل لياقة بدنية، وبعدين طول التمرين يعمل تمرين مواي تاي. اما تمرين اللياقة البدنية المفروض يكون مخصص ليه وقت لوحده. يعني لان في القصور، اكبر قصور عندنا بتتم تلاقي لاعب مثلا ملاك كونغ فو، الكيك بوكس، المواي تاي، بيجي المدرب يمسكه يلعبه ساعة لياقة بدنية وبعدين يدخله على تمرين بالظبط كده يا الأساسي كابتن، المواي تاي، وده ده غلط ده اللي كبير جدا. بيحصل، ده اللي بيحصل. فالولد انا بفصل ما بينهم. أرهق وفي اللياقة البدنية وتعب وقدراته راحت، وتيجي تلعبه بقى في الكيك بوكس أو المواي تاي، فهيجيب منين؟ راح، ما عادش وده عنده. غلط. إيه؟ طيب، هل هل الأجانب بيعملوا كده؟ لا طبعا، مفيش أجنبي ولا في الدول الأجنبية كلهم بيمرنوا الاتنين مع بعض زي ما احنا بنعمل. اصل بالعقل كده يا كابتن حماده، انا بدربك تمرينات قوه ولياقه بدنيه في اول التمرين، وبعدين بخليك تلعب مثلا ضربات رجلين تمام، ده اصلا حرق. فانا بحرق اللي انا عملته، جميل بعمل له اجهاد اساسا. جميل. فما ينفعش. الله ينور، الله ينور يا كوتش. المحلل العالمي الكابتن براين. معلش يا كابتن حماده، انت حرج. طيب هنيجي، يبقى انت كمدرب العاب قتاليه ما تدمجش الاتنين مع بعض في وقت واحد. لما اجي مثلا اعمل تمرين لياقه بدنيه اعمله تمرين منفصل لوحده، يوم لوحده. اعمل له تمرين جيم لوحده، وخلي تمرين الاساسي بتاعك اللي هو مثلا مواي تاي او كيك بوكس، اللياقه البدنيه لا تتخطى من 5 دقائق، عباره عن تسخين، احماء بس، من 5 دقائق ل10 دقائق، ربع ساعه ماكسيمام. طيب، وتمرين اللياقه البدنيه ليه 3 أجزاء. الجزء الأول إحماء، اللي هو وفي إحماء نوعين، في إحماء مفاصل وفي إحماء
عضلي، والنوع الثالث اللي هو الإحماء النفس. طيب، يعني لما أجي أعمل إحماء للياقة البدنية أقسمها لي 3 أجزاء: عضلي، مفاصل، نفس. عضل وعظم ونفس. عضل وعظم وقلب. دول إحماء اللياقة البدنية. طب معناه ايه؟ معنى ان انا ممكن اخد من كل نوع احط التمرين او 2 واعملهم في 3 4 دقايق. طيب، ايه الفرق بين الثلاثه؟ احماء عضل اللي هو العضلات اعمل لها احماء، يعني اعمل تمرينات احماء كده، يعني العضله تشتغل بس. يعني تشتغل يعني ايه؟ يعني تدخل فيها الدم، تنشط. طب احماء مفاصل زي مفصل مثلا، المفصل الكوع اعمل له احماء. مفصل كتف اعمل له احماء. يعني امدده بس كده. يعني مفصل امده، ما اخلوش يعني اخليه ادخله فيه الدم شويه. اخلي الاوتار اللي ستريتشر. ماسكه المفاصل استريتش. ايوه، بس انا بالشكل بالطريقه بتاعتها عشان تبقى سهله، تعملها تمدد شويه. طيب، بيبقى فيه العظم وفي العضل وفي القلب. القلب اللي هو تمرينات القلبيه، الكارديو، اللي هو يجري. يعني ايه؟ النفس بتاعه يبدا يتحرك. دي الاحماء 3 حاجات. يبقى انت كمدرب لازم تعمل تخصص في اللياقه البدنيه. عندك في 3 اجزاء في اللياقه البدنيه: احماء، تمرين اللياقه البدنيه الاساسي، الاخيره اللي هي الاسترتشات، المرونه. الاحماء قلنا 3 انواع اللي قلنا عليهم دلوقتي. التمرين الاساسي هو نوع العضله اللي هتعمله، اللي هو هيجي بعد كده هتستخدمه في التمرين. طيب، زي مثلا عايز اقوي دراعاته يبقى اعمل له ضغط. عايز اعمل له قوي رجليه اعمل له سكوات، يطلع وينزل على رجله. عايز اقوي بطنه اعمل له تمرين بطن، حسب نوع التمرين اللي انت حاطه بقى، اللي هو هيفيده في التمرين الاساسي بتاع المواي تاي. طب في المرونة بقى في الاخر، الجزء الثالث بتاع اللياقة البدنية، وهو الاسترتش. لو انت عملت له تمرينات مثلا دراعات، يبقى تعمل استرتش للدراعات بتاعته. والاسترتش الاولاني مختلف عن الاخير. الاسترتش النهائي ما يبقاش فيه آه، ما يبقاش في تمرينات مرونة للعظم. انت خلصت عظم، خلصت، بتبقى استرتشات للنوع واحد من ال3 انواع الالتحامية اللي انت عملتهم، اللي هو العضلي. طيب، بمعنى المدخلات اللياقة البدنية مختلفة عن المخرجات بتاعتها. مدخلات اللياقة البدنية 3 حاجات: عظم، عضل، قلب. وفي الوسط التمرين الأساسي اللي هو المطبخ بقى اللي بتعمل فيه كل حاجة. المخرج الأخير بتاع اللياقة البدنية هو العضل فقط. لأن العظم خلاص أنت مش هتعمل استرتش للعظم، أنت خلاص مش هتعمل ليونة للعظم، أنت خلصت العظم وخلص من التمرين، مش هتعمل له مرونة. والقلب أنت خلاص نفسك وقف، مش هتعمل مرونة، مش هتعمل تحماء للنفس، هو خلاص وقف. امال ايه اللي محتاج بقى اللي هيتعبك لما تروح؟ العضل. جسمك لما تروح ايه اللي بيتعبك لما تروح بعد التمرين؟ العضل. يبقى هو ده اللي تعمل له مرونة، استرتشات للعضل، وعشان لما يروح الواد ما يحسش بتعب. زي ما بيسموها والاسترتش كده يا ده كابتن حماده، زي ما بيسموها الاسترخاء. استرخاء للنفس. لا، الاسترخاء ان بتكلم على تمرين المخرج الاخير، اللي هو بتعمله التمرين الاسترتشات المرونة، اه. عشان تعالج فيه التعب اللي حصل في التمرين. طيب، بيبقى عضلي بقى. يبقى انا كده عندنا، لو حد يكتب ورايا وحد يعملها يا ريت يعملها لي كده بشكل نموذج كده. ال- اللياقة البدنية 3 أجزاء: إحماء، تمرين أساسي، المرونة. المدخلات بتاعتها ال3: الإحماء بنشتغل على التمرينات القلبية والعضلية والعظم. الوسط اللي هو التمرين الأساسي بقى الأخير
اللي هو العضلي فقط. يعني في الأول بعمل إحماء للعضلات، وفي النهاية بعمل ريكفر أو معالجة العضلات اللي أنا استخدمتها. أنت لما تتمرن أو لاعب بيتمرن لما بيروح إيه اللي بيوجعه؟ العظم ما بيوجعهوش ولا النفس بيوجعه. اللي وجعه إيه الحاجة الوحيدة؟ العضل. جسم مشدود، في وجع عضلي، فدي اللي بتعمل له في المخرجات الأخيرة. سهلة كده يا جماعة؟ طبعا أنا بتكلم بشكل عام، أحفظك الموضوع بشكل عام. الموضوع التفاصيل بقى أنت ديت هتلاقي نفسك بتتعمق فيها تفهمها لوحدك من غير أي حاجة. يعني لما أجي أقول لك مثلا تمرينات اللياقة البدنية، هتلاقي في 1000 تمرين. طب لو قعدت أنا أشرح لك أخد منك المحاضرة كلها ساعة كاملة، أشرح لك كل تمرين ملوش أي لازمة، ولكن بشرح لك الأسس التدريبية العامة والأساسية والعميقة اللي تشتغل بيها طول عمرك وتقدر. وطبعا الكلام اللي أنا بقوله ممكن ما يخش دماغك 100% دلوقتي، ولكن ممكن تمرن بكرة ولا بعده بعد شهر تلاقي اللي اتاخد عندك، اللي اتحط عندك في ذاكرة طويلة المدى، تطلع في التمرين هتلاقي نفسك عندك استنى ثقافة عالية استنى جدا. رسالة يا كابتن. ها؟ الرسالة، بص على الرسالة اللي بعتها بعد. اه جميل يا كوتش. اعمل لي بقى، يا ريت اعمل مذكرة مثلا وحط الصور وبتاع خدت بالك وننزلها للناس. يعني خليك بروفيشنال يا كابتن ابراهيم. حاضر، احنا بنتعلم من حضرتك يا كابتن حماد. حبيبي يا كوتش، خد بالك انا لسه لحد دلوقتي مش لاقي حد يساعدني في الكتاب اللي بنعمله. اه انا كنت شفته بس يعني الموضوع كبير، ما هو هو طبعا فاهمني. كبير اه كبير جدا، هو محتاج لا انا تركيز شفت عالي قوي قوي قوي. طبعا شفت شفت الكتب اللي موجودة في الوطن العربي كلها، كتب هاكس، بياخدوا كتاب كده يترجموه كتاب يحطوه لك خد. ده كلام عك. ده مش مؤلف كتاب، ده اسمه نقل كتاب. اللي احنا بنعمله، تمام. المشروع اللي بنعمله اللي احنا هنألف كتاب فعلا، يعني هنألف فعلا حاجة. تأليف مش نقل أو مش ترجمة. يعني حتى هعمله واتفقت مع دار الأهرام، هنعمله باللغتين عربي وإنجليزي وهنوزعه. طيب. آه، وكده خلاص قعدنا حوالي ساعتين